السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني من آخر مرة كنا مع بعض، ومتحمسة قوي لحلقة النهاردة. سمي الله ونبدأ على طول مع بعض في الوصفة بتاعت النهاردة. جايبه لكم بقى وصفة النهاردة يعني أصول الدفا وأصول الشتاء، حاجة ما بتخلاش من بيوتنا كلنا طول الشتاء. هنعمل مع بعض النهاردة البطاطا. هنعملها صينية بطاطا، ايا كان انت بتقولي عليها، صينية بطاطا بالكريمة او بالبشاميل. تعالوا ونسمي الله ونبدا في المقادير واحده واحده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض النهارده. انا البطاطا جايباها كيلو بطاطا متقشره، غسلتها حلو قوي علشان تبقى سهله عليكي في الغسيل. انقعيها الاول في ميه سخنه، سيبيها تنزل كل الرمل والتراب والحاجات اللي فيها، وبعدين غيري الميه بتاعتها، اغسليها كويس قوي قبل ما تبداي تقشريها. قشرتها بالشكل ده وقطعتها ترانشات سميكه زي ما انت شايفه كده. احط البطاطا كده في حله عندي. في ناس ممكن تسلقها في ميه، على فكره ممكن تعملي كده، ولكن انا بحب اعملها اسلقها في حليب. كيلو البطاطا هياخد كوبايه حليب واحده. على قد الكيلو هحط كوبايه الا ربع بس سكر علشان ما تبقاش مسكره قوي. زي ما احنا شايفين اهو، هحط بس نقطه فانيلا سايله. عندك فانيليا باودر حطي عادي خالص، مش هتقول معاكي لا ولا اي حاجه. شايفين كميه السوائل قد ايه؟ حطيناها على النار بالطريقه دي. مش هنعمل اي حاجه، نار عاليه في الاول، بمجرد ما تبدا تغلي معانا او الحليب يسخن هنخليها على نار متوسطه. اللي انا هعمله دلوقتي هبدا في تحضير الكريمه بتاعتي. انا مش هعمل كميه كبيره بما اني عامله كيلو واحد بطاطا، فانا جايبه كوبايتين حليب، نفس المج اللي احنا عايرنا بيه كوبايه الحليب الاولانيه، هو هيجي بالظبط نص كيلو اهو. هحط الحليب كده وهو الحليب لسه بارد، اللي هو ساقع يعني. هحط عليه 3 معالق نشا، 3 معالق كريم شانتيه بسكر او بدون. انا كده ظابطه السكر في البطاطا بتاعتي، فمظبطه كل حاجه يعني السكر، مقدار السكر زي ما انا عاوزه. انا كل اللي انا هعمله هقلبهم على البارد كده عشان مفيش اي حاجه تتكتل مني على النار. كل اللي انا عملته اهو قلبته على البارد، بعدين هرفعه على النار. ومادام حاطه نشا لازم يبقى ايدك فيها على طول ما انت شغاله. هي لسه اكيد لسه ما لحقتش تسخن، بس انا ايدي فيها اهو طول ما انا شغاله. زي ما قلت لكم السكر ده حسب الرغبه، يعني انتوا عاوزين تزودوا معلقتين 3 في الكريمه زودوا، لو حابين مقدار السكر يبقى اعلى من ما انا هشتغل. انما انا بعملها زي ما بعملها في بيتي عادي خالص، لان هو كده مقدار السكر بالظبط بيبقى مظبوط ومناسب لاي حد. الشويه اللي انا اخدتهم دول شويه حليب من البطاطا بتتسلق فيهم، يعني انا ما زودتش اي حاجه من بره، مفيش اي حليب من بره. اخدت شويه من هنا كده، وسعت من النص هنا، واخدت ربع كوبايه بس ازود بيها كده الكريمه بتاعتي علشان يبقى الطعم كله واخد من بعضه. بس احط نقطتين فانيلا ومعلقه زبده، ومش هرفعها على النار ولا اي حاجه، انا هسيبها تسيح جواها كده. ودي اخر خطوه بالنسبه للكريمه او للبشاميل بتاعنا. خلاص الزبده بتاعتنا ساحت اهو. تعالوا هنا نشوف البطاطا وصلت لفين. شايفين انا عاملاها على نار هاديه خالص. اللي باقي منها الحليب اللي احنا كنا حاطينه، ما بقيش غير العسل بتاع البطاطا، يعني علشان كده انا بسويها في حليب او في لبن علشان الطعم يكون غني اكتر. البطاطا بتشرب كل الحليب بتاعها على قد المقدار بالظبط، ما يتبقاش غير العسل او السيرب اللي بينزل من البطاطا. انا من كتر حلاوته وما شاء الله العسل اللي هو العسل الرباني اللي هو بيبقى في البطاطا على قد حلاوته بقول عليه عسل، اللي هو السيرب اللي بينزل من البطاطا. كل اللي انا هعمله دلوقتي اهرسها كده هرس مش ناعم قوي. احنا كده هرسناها اهو زي ما انتم شايفين. الاضافات بقى اللي هتتحط عليها، عندك جوز هند شغال، عندك زبيب تمام، عندك مكسرات هيبقى حلو قوي، ما عندكيش هي مش محتاجه اي حاجه. كل دي اللي احنا بنقول عليها تحت بند الاضافات، يعني اضافه اللي هي مش هتقلل منها لو مش موجوده، ولكن هتزود لو حد بيحب الزبيب، جوز هند، مكسرات، حاجات زي كده. اللي انا هعمله دلوقتي انا هحط البطاطا كده. عايزه طبعا انت زي ما تحبي، عاوزه طبقه البطاطا دي تكون اعلى شويه ممكن تحطيها في صينيه اصغر شويه، عايزه تحبي السمك بتاعها يكون ارفع من كده زي ما تحبي، بس ده السمك المظبوط بالنسبه لي انا. وادي الكريمه بتاعتي. كل اللي انا هعمله دلوقتي مجهزه للوش معلقه سكر بودر، وهعمل كده رشه خفيفه قوي بس علشان تساعد الوش انه يبقى زي ما بنقول جراتان او متحمر. يعني بما ان كل حاجه مستويه فانا هدخلها الفرن بس تاخد وش واخرجها معاكم واوريكم بقى الشكل والجمال هيبقى عامل ازاي. احنا كده طلعناها من الفرن، شايفين اللذاذه والدفى كله بقى في اللقطه دي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بتحكي عن نفسها، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي.
انا خليني فاكره اقول لكم الاول ان درجه حراره الفرن ملهاش علاقه باي درجه مثلا كيك او حاجه احنا بنظبطها. احنا بس بنشغل الشوايه اللي هو الجريل بتاع الفرن بس من فوق، عينك تبقى عليها لان احنا بنخليها تاخد جراتان بس من فوق او الوش يتحمر، عشان كده حطينا السكر البودر بس، يعني مش اكتر من كده. احنا مشغلناش فرن من تحت ولا حاجه. سمي الله كده ونقطع حته كده. طعامة والدفى كلها، البطاطا موجودة في أي بيت. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. كنت مبسوطة قوي إن أنا كنت معاكم. متنسوش تكتبولي في التعليقات إيه رأيكم في حلقة النهاردة وعاوزيني أعمل إيه الحلقة الجاية. والأهم من ده كله متنسوش تعملوا فولو ولايك وشير على صفحتنا اوت بوكس فود، وتصبحوا على خير.